السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيناكم بمقطع جديد. هو عبارة عن مجسم الكلب أو الدوغ. يلا نبدأ. أول حاجة نرص البلوكات اللي نحتاجها أسفل، فنحتاج هذه البلوكة. نروح جهة الصوف، نحتاج البلوكة السوداء، البلوك الرمادية الفاتحة، البلوك الرمادية الغامقة، أبيض، أحمر. طيب نبدأ. أول حاجة نحط بلوكتين أبيض، بعدين ناخد البلوك الرمادية الفاتحة ونرفع حوالي 6 بلوكات. 1 2 3 4 5 6. طيب هنا كمان 1 2 3 4 5 6. طيب نسيب هنا بلوكتين في الأرض ونحط هنا بلوكة بيضة جنبها واحدة، ونرفع نفس الحكاية 6 بلوكات. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. تمام. نيجي ناخد البلوك البيضة ونحطها هنا كمان، وهنا 2 كمان، ونرفع على طولهم. تقريبا زي ما سويت كده. طيب بعد ما سوينا دي الخطوة نيجي للخطوة الثانية. نيجي هنا في الطرف عندي البلوكة، نحط 1 2. بعد ما حطينا 1 2 نيجي في دي الجهة نمد 4 بلوكات. 1 2 3 4. طيب بعدين نيجي لدي الجهة نمد 7 بلوكات. 1 2 3 4 5 6 7. بعدين هنا نيجي لدي الجهة ونمد 4 بلوكات. 1 2 3 4. بعدين نمدها مع العمود ده وكده الشكل المبدئي. بعدين نيجي عند الأطراف هذه نمد حوالي 6 بلوكات على فوق. 1 2 3 4 5 6. نروح للطرف الثاني. 1 2 3 4 5 6. نروح للطرف الثالث. 1 2 3 4 5 6. نروح للطرف الرابع. 1 2 3 4 5 6. طيب نوصلها مع بعض زي ما أنا مسوية. بعدين نجي عند البلوكة هذه ونمد حوالي 9 بلوكات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نروح هنا عند البلوكة هذه ونمد قدام 9 بلوكات. 1 2 3 4
بلوكة. طيب على البلوكة هذه اللي حطيناها نمد كمان 9 بلوكات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طيب وهنا نمد 9 بلوكات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طيب بعدين نوصلها هنا كمان من تحت، نوصل هنا كمان، وكمان هنا. طيب وحصلنا هذا الشكل. طيب نيجي عندي البلوكة اللي هنا وننزل 1 2 3 4 5 6، والأخير نحط لون أبيض. بعدين ناخد البلوكة الرمادية وننزل هنا كمان نفس الحكاية لين آخر حاجة، ونخلي آخر واحدة لون أبيض. طيب نيجي ورا العمود اللي سويناه، هذا العمودين نيجي من وراه كذا، نحط هنا بلوكتين أبيض ونرفع 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. بعدين نروح الجهة الثانية هذه عند البلوكتين دي، ننزل 6 بلوكات أسفل، 1 2 3 4 5 6، وآخر واحدة لون أبيض. هنا لون أبيض، 1 2 3 4 5 6، ونيجي من ورا هنا نحط بلوكتين بيضة، 1 2، ونرفع 6 بلوكات، 1 2 3 4 5 6، وهنا 1 2 3 4 5 6. بعدين ايش نسوي؟ بنفس البلوكة دي الرمادية نغطيها كلها بالرمادي، الفراغات هذه زي كده. رجعنا لكم بعد ما غطينا المجسم بالكامل، حتى من فوق كمان السقف وتحت يتغطى بالكامل. طيب بعدين نيجي الجهة دي الطويلة، نجيها هنا من ورا. ايش نسوي؟ نسيب او يعني هنا 1 2 3 4 5 6، ناخد الاثنين دي اللي في النص، نسيب اول 2، ناخد اللي تحتها 1 وهنا 1. طيب بعد ما حطينا هنا 1 وهنا 1، ننزل هنا 7 بلوكات، 1 2 3 4 5 6، والسابع لون أبيض. بعدين هنا 1 2 3 4 5 6، نفس الحكاية السابعة أبيض. بعدين هنا أبيض، هنا أبيض، ونرفع على طول الرماد اللي سويناه. طيب وهذا الشكل النهائي للذيل حق الكلب. نيجي قدام هنا، نستخدم البلوكة الحمراء. شايفين ده المربع نحاوطه كله بالأحمر يعني زي كده.
بعد ما حوطناه باللون الأحمر نيجي نستخدم البلوك الرمادية الفاتحة. نبدأ من هنا نمد ألين قبل الأخيرة صف واحد من الرمادي. بعدين نستخدم البلوك الترابية أو الصفرة هذه، بس هنا سويت غلطة. المفروض ناخد هذه البلوكة مو هذه البلوكة هذه، خلينا نرميها. ناخد هذه تمام ونمد صفين من البلوكة هذه على الرمادي نفسه. نيجي هنا ونمد صفين من نفس البلوكة هذه على فوق. أول صف، ثاني صف، بعدين ناخد الاثنين دي اللي في النص نحط بلوكتين. بعدين ناخد بلوكة سودا نحط هنا بلوكة وهنا بلوكة. بعدين ناخد بلوكة بيضة نحط هنا بلوكة وهنا بلوكة. بعدين نحط فوق البلوكة السودا لون أبيض، وهنا فوق البلوكة السودا لون أبيض. نروح ناخد بلوكة رمادية فاتحة نحطها هنا، بلوكتين، بلوكة، بعدين صف من الرمادي نفسه. بعدين نيجي هنا من ورا نحط صف رمادي، صف رمادي هنا، أنا قصدي صف رمادي هنا، صف رمادي هنا. بعدين نيجي ناخد البلوكة الترابية نحط هنا واحدة بس. طيب بعدين ناخد رمادي هنا ونمده، هنا رمادي ونمده. نيجي نفس الحكاية اللي سويناها هناك، بلوكة ترابية واحدة، رمادي، نمد، رمادي. طيب بعد كده نيجي هنا للواجهة، ناخد بلوكة سودا ونبدأ من هنا، من هنا يعني نسيب بلوكة وناخد البلوكة دي، 1 2 3 4. بعدين ناخد بلوكة رمادية الغامقة ونمد صفين على الأسود، الصف الأول، الصف الثاني. بعدين ناخد البلوكة الترابية هذه ونمدها على المربع هذا اللي الأسود والرمادي الغامق كده، ونمد كمان صف ثاني نفس الحكاية. طيب بعدين ناخد البلوكة السوداء ونكسر هنا واحدة وهنا واحدة، نحط بلوكتين سودا. طيب بعد ما خلصنا الجزء الفم او الانف نطلع فوق هنا، فوق راسه هنا، نيجي نحط بلوكة رمادية الفاتحة 1 2، وهنا نروح الجهة الثانية 1 2. ناخد بلوكة بيضة نحط فوقها 1 2 1 2. تمام. وكده خلصنا مجسم الكلب او الدوج بصفة عامة. ويا ريت تشتركوا في قناتي وتدعموني وبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.